السلام عليكم. بقى لي فترة ما باتكلمش معاكم، ما باحكيلكوش أي حاجة، فالفيديو دوّة عشان بس ما حدش يحضره ما يبقاش حابب يعني. أنا هاحكي لكم على حاجة. باعتذر ليكم إن أنا اتأخرت في الفيديوهات، بس والله لسببين: كان النت فاصل عندي والحمد لله ربنا رزقني وضبطت التليفون. فالنهارده بقى بصراحة أنا حصل هاحكي لكم عليها. بس أنا أصلًا كنت ناوية سبحان الله أحكي لكم على حاجة معيّنة. كان في حد سألني على إيه اللي حصل معاكِ في العُمرة كنتِ هتحكي عليه، كنت ناوية أحكي عليها وكنت هاحكي على حاجة تانية. بس أنا لاحظت برضه إن في كذا حد كان في التعليقات بيقولوا لي مثلًا ادعوا لنا ادعوا لي ربنا يرزقنا بالزوج الصالح. وأنا عارفة إن دي حاجة بتهتم معظمنا إحنا، معظم البنات كلّها بتهتم بحاجة زي كده. أنا عارفة إن في طايفة من البنات مش بتهتمش بالنقطة دي، بس إحنا اللي بيهتموا يعني بالنقطة دي ممكن تكون بسبب فطرة طبعًا من عند ربنا، وبسبب تاني تربية الأم بتبقى دايمًا لبنتها نفرح بيكِ إمتى، هتتجوزي إمتى، عقبال ما تلبسي فستان الفرح، عقبال بقى ما نفرح بيكِ، حصل إيه، ما أعرفش. إحنا دايمًا بنربي البنت إن هي فترة عايشة معانا فترة كده وهتمشي. أنا عكس الموضوع ده تمامًا، ما باحبش كده. لازم تربي البنت إن هو إن شاء الله هيبقى في جواز أو لأ، هيبقى في خلفة أو لأ، يعني دي تتعود من وهي صغيرة عشان تتقبل ده بعد كده، لإن إحنا طبعًا مش ضامنين حاجة زي كده أهو. ده رزق طبعًا وبيبقى من عند ربنا. فدايمًا نربي ولادنا إن شاء الله على خير يا رب، إن كل حاجة ممكن تبقى ربنا يرزقنا بيها أو لأ، ونتقبل ده من الأول خالص. بعد كده إن شاء الله أي حاجة تحصل هتبقى حاصلة بأريحية خالص يعني، إن شاء الله مش هيبقى في مشكلة. دي أول حاجة. أنا جاية أحكي لكم بقى إيه النهارده وأنا باعمل الإطعام دوّة، لإني أنا ما كنتش مصورة فيديوهات للأسف. اليومين دول كنت عندي شوية مشاوير كده وحاجات فما صورتش. فالمهم وأنا انتم وحشتوني وعايزة أتكلم معاكم، فقُلت أتكلم معاكم على الفيديو ده، على بال بعد كده بادوّر بقى أنا كنت مصورة حاجة تانية والّا لأ أنزّلها. أحكي لكم بقى عن عَوَض ربنا للبنت دي. ده أكيد كانت نِفْسها أوي إنها تتزوّج. كمان هي ظروفها يعني شوية قاعدة لوحدها، تمام، يعني في عندهم ظروف في البيت، وظروف صعبة شوية، وأهل صعبين جدًا، وحاجات كتير أوي كانت بتدفعها إن هي نِفْسها تتزوّج وتمشي، وحاطة ظنها طبعًا إن هو ده العوض أكيد. عايزة أقول لكم بقى لها قد إيه، ممكن في حدود 5 سنين أو يمكن أكتر، بتدعي ربنا يرزقها بالزوج الصالح. يا رب أنا نِفْسي ربنا يعوض عليَّ، يا رب أنا نِفْسي أمشي، يا رب أنا نِفْسي حياتي دي تتغيّر، مش عارف إيه. فهي كانت بنت بسيطة جدًا وهادية أوي وغلبانة أوي ومتعلمة، يعني خلّصت دراستها وخلاص ما فيش حاجة، ابتدت تدوّر على شغل مش لاقية شغل. بعد كده ربنا كرمها ولقيت شغل واشتغلت سنة و2 و3، مش زي ما قالوا لها يعني أنتِ أمّا تشتغلي وهتروحي وهتيجي وربنا هيرزقِك وكده، وهي ما شاء الله يعني مقبولة. لحد أمّا جات واحدة قالت لها: "أنتِ بتسعي طيب؟" قالت لها: "هو أنا هاسعى إزاي يعني، هو أنا عشان أتجوّز لازم أمشي مع حد وأكلّم حد وهي ما شاء الله تبارك الرحمن محترمة جدًا. قالت لها: "لأ طبعًا أنا ما أقصدش كده، بس لازم تسعي." فقالت لها: "أسعى إزاي يعني مش فاهمة." قالت لها: "يعني بتستغفري، بتاخدي بالأسباب، بتستغفري، بتقيمي الليل وتصلّي، بتتوسّلي لربنا يعني بشوية حاجات بتعمليها بتتوسّلي بيها لربنا." قالت لها: "زي إيه؟" قالت لها: "ما هو يعني تستغفري، تصلّي قيام الليل، تدعي في القيام، تقرأي سورة البقرة تسهّل عليكِ، تقرأي مثلًا كل يوم جزء، توسّل إلى الله، طلّعي صدقة توسّل إلى الله." كانت بتعمل كل ده وكانت بتصوم اتنين وخميس وكل حاجة، وللأسف ما حصلش حاجة برضه. فجات قالت لها: "والله عملت كل ده وبقى لي سَنة و2 أهو كمان ما حصلش أي حاجة. والغريب إن أنا باشتغل وما فيش يوم باقعده، كل يوم راحة وجاية وراحة وجاية، ولا في أي حد حتى بيتقدّم ولا أي حاجة. هو أنا شكلي ما ليش نصيب وشكلي مش عارفة إيه." ابتدت تشُك في حاجات، يعني زي كل البنات ما بتقعد تقول بقى ممكن يكون حد حاسدني، حد عامل لي مش عارفة إيه. قالت لها: "لأ، بس أنتِ فعلًا ما بتسعيش." وأنا دايمًا باحُط في دماغي إن ما فيش أي حاجة بتحصل بتبقى يعني صُدفة كده وخلاص، لأ هي بتبقى قدر من عند ربنا وبتبقى ليها سبب. أيًا كان حاجة باشوفها قدّامي أو حد بيقول لي كلمة، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كان طفل، والله العظيم أنا باحاول أركّز فيها. ده بعد ما اتعلمت بكتير يعني، ما كنتش كده. بسبب مواقف كتير وأربطها ببعض، عرفت إن أي حاجة بتحصل هي بتبقى قدر وليها سبب وليها معنى، وما تاخديش الكلمة كده على الطاير وخلاص. فقُلت لها: "اهتمي طيب بالكلمة اللي هي قالتها لِك، هو قدر من عند ربنا، ما فيش حاجة مش مكتوبة، وأكيد الكلام اللي هي بتقوله لِك ده في من وراه مغزى يعني." فقالت لها السِت إيه، قالت لها: "اسعي، أنتِ خلاص اشتغلتِ ودرستِ واشتغلتِ وقعدتِ على كده، أنتِ عارفة فين نصيبِك." قالت لها: "لأ." قالت لها: "طَب ما تدوّري عليه." قالت لها: "أدوّر عليه إزاي طيب، يعني مش فاهماكِ بصراحة يا طنط وكده." فراحت، هي كانت سِت كبيرة، قالت لها: "بُصّي يا بنتي، أنا الطريقة دي قُلتها لبنتي قبل كده زمان
وربنا رزقها. قالت لها أعمل إيه يعني؟ أنتِ دلوقتي قعدتِ واشتغلتِ، ما لقيتيش رزق، درستِ واشتغلتِ، ما لقيتيش رزقِك في الدراسة، ما لقيتيش رزقِك في الشغل. قالت لها: "أنا أسيب الشغل واشتغل شغلانة تانية؟" قالت لها: "لأ." "أنتِ ناقصِك حِرَف إيه مثلًا؟ أنتِ بتعرفي تطبخي كويس؟" قالت لها: "لأ." قالت لها: "طيب اتعلمي الطبيخ أولًا، جهّزي نفسِك، يمكن أنتِ لسه مش جاهزة، عشان كده ربنا لسه ما رزقكيش يعني بالجواز. اقري مثلًا أنتِ إزاي تكوني زوجة صالحة. كل ما الدايرة اللي أنتِ بتقرّبي منها الحاجة اللي أنتِ عايزاها تقرّبي منها تلاقي منها كتير قدّامِك. يعني مثلًا لو أنتِ بتدوّري مثلًا على شقة، وقعدتِ تدوّري على الشقق بكام وأسعارها وما أعرفش إيه، والأماكن اللي فيها شقق كويسة، مش أنتِ وأنتِ بتبحثي وتدوّري على أي حاجة تلاقي على طول شقق قدّامِك، شقق قدّامِك، شقق قدّامِك، أو أنتِ هتبقي خلاص عينِك مركّزة شوية، ممكن كنتِ الأول ما بتركّزيش في حاجة زي كده، هتركّزي أكتر فهتشوفيها أكتر الحاجات دي يعني هتتجذب ليكِ أكتر. قالت لها آه. قالت لها: "فأنتِ هتعملي إيه؟ أنتِ اتعلمي إزاي تكوني زوجة صالحة، إزاي تكوني أم صالحة، إزاي تكون بيتِك صالح، إزاي تعاملي زوجِك صح، إيه اللي مفروض عليكِ وإيه اللي ليكِ." والحاجات دي كلّها أنتِ لو قريتيها وأنتِ رايحة في المواصلات كده، أنتِ هتستفادي وقت وهتتعلمي حاجات كتير أوي. قالت لها: "بس يعني ليه فايدة وأنا أصلًا مش مخطوبة وكده." قالت لها: "دي أول سلِّمة، تاني سلِّمة روحي بقى خدي كورسات، روحي اتعلمي رسم." هي راحت اتعلمت خدت كورس آمم English أو كمبيوتر مش فاكرة والله، بس بتقول لي ما حصلش أي حاجة برضه. فراحت الست قالت لها: "عادي، اسعي برضه، روحي اتعلمي حاجة تاني." راحت اتعلمت الرسم ساعتها، وراحت خدت كورس بتاع دوّة اللي هو بتاع التُّرَث والحاجات دي. المهم قالت لها: "كل حاجة بتحبيها روحي اتعلميها." وبرضه ما حصلش حاجة. قالت لها في الآخر: "طَب أنتِ حافظة كتاب الله؟" قالت لها: "لأ." قالت لها: "روحي اتعلمي فقه، اتعلمي تجويد، واقرأي قرآن، وروحي المساجد وشوفي ناس." يعني قالت لها: "طَب بس إزاي؟ ده أنا هاصلّي مع كلّهم يعني ستات وكده يعني إيه الفايدة؟" قالت لها: "أنتِ رايحة بنيتِك إن أنتِ خلاص، نفترض أنتِ مش هتتجوزي، نيتِك إن أنتِ بتحسّني من نَفْسِك وبتعملي اللي عليكِ وبتسعي، وسبحان الله أو ربنا بيرزق كل حد على حسب سعيه. هو كده عندِك كمية من الرزق، وبتكتر الكمية دي أو بتتوسّع الدايرة دي لمّا أنتِ كمان بتسعي." قالت لها: "طَب ماشي أنا هاسعى أعمل إيه؟" قالت لها: "أولًا أنتِ يعني مرضاةً لله تروحي تتعلمي في القرآن وتحفظي قرآن، هتنفعِك وهتنفع دينِك وهتنفع أولادِك وكل حاجة. وتاني حاجة أنتِ هتشوفي ناس جديدة أوي." ففعلًا بقى المرّة دي هي راحت عشان تتعلّم قرآن، ما شاء الله بعد ما اتعلّمت حاجات كتير أوي، خدت كورسات زي ما باقول لكم، واتعلّمت رسم وبقت تبيع على فكرة لوحات وحاجات كده. والمهم فتح لها باب رزق جديد، ما شاء الله بقت مستواها أحسن كتير، واتعلّمت كذا حاجة وبقت ما شاء الله تبيعها وتدير في الحاجات اللي هي بتاعة التجارة دي، وابتدت تجهّز نَفْسها وابتدت تعمل حاجات كتير أوي ودماغها تتفتّح في حاجات كتير أوي وتعملها. أول حاجة حصلت إن هي ما شاء الله ماديًا بقت أحسن كتير. تاني حاجة إن هي ابتدت تجهّز نَفْسها، وابتدت تجيب حاجات كتير أوي حلوة. قالت لها: "طَب أنتِ هتجهّزي نَفْسِك هاجهّز نَفْسي ليه؟" قالت لها: "يعني حتى ممكن تجيبي دهب وتشيليه، ساعتها ممكن تفُكيه وتجيبي، ممكن تجيبي مثلًا الحاجات كده الحاجة بتغلى بعد كده ممكن تستخدميها، بس أنتِ يالّا اسعي." ما شاء الله ماديًا بقت مستريّحة بسبب الحاجات اللي اتعلّمتها، فابتدت تعمل كده. تالت حاجة ابتدت تجيب كُتب وتقرأها في المواصلات والكلام ده كلّه زي ما قالت لها، فابتدت تنشغل خالص عن تفكير إن هو أنا ليه ما اتخطبتش كل ده، ومخها اتغيّر، تفكيرها اتغيّر، إحاسيسها إن هي لأ، هي إزاي ما اتخطبتش، أنا سِنّي عدّى، أنا الكلام ده كلّه خلاص هو راح من عندها. ليه؟ عشان مخها هي بقت تجري فيه حاجات مختلفة كتير أوي، هي كمان مضغوطة، هي بتشتغل وعندها بيتها وعندها كورسات بتخشها، هي مشغولة، هي مش فاضية إن الشيطان أصلًا يقعد يلعب في دماغها في التفكيرات دي. فعلًا ده اللي حصل، ما بقِتش مخنوقة، كانت دايمًا بتعيّط مخنوقة من الموضوع ده، تقول لي: "الحقيني أنا خايفة من كذا وخايفة من كذا وخايفة من كذا." وأنا عارفة إن ده حال كذا بنت من البنات يعني أكيد مش هي لوحدها. فعشان كده حبيت أستأذنها وأشارككم بالقصة دي. فإيه اللي حصل في الآخر، راحت عشان المفروض كان يعني يا ريت كانت بدأت بحاجة زي كده إن هي تتعلم في ديننا. والله العظيم دي حاجة كبيرة أوي، أوي إن إحنا بنبقى مسلمين ومش عارفين فيه كفاية. ف فدي حاجة كبيرة جدًا أصلًا إحنا المفروض. قُلت لها: "والله المفروض أصلًا من غير أي حاجة كنتِ تبدئي بيها." المهم بدأت، فسبحان الله ناس حبّوها جدًا، محترمة، هي أصلًا ما شاء الله محترمة وكل حاجة. ناس كتير هناك حبّوها، بقت كل واحدة نجيب لها عريس بجد والله. أنا عايزاكِ لأخويا وده عايزاكِ مش عارف إيه، كتير أوي، أوي، أوي بقوا يقدّموا لها، وهي بقت تختار، بقت مش عارفة تختار مين والّا مين.
واللي يقعد معاها قالت هشوف مين طيب يقبل بيا وكده، كلهم عايزينها، كلهم عايزينها، كلهم ظروفهم احسن من التاني، كلهم ما شاء الله تبارك الرحمن. هي مرتاحه لهم. بقت بتقولي انا بعد ما كنت انا مش لاقيه حد يتقدم لي خالص خالص، انا ناس كتير قوي قوي اتقدمت لي، ناس كتير قوي قوي، انا مش عارفه اختار مين. فاللي هي بقى اتعلمته من الموضوع ده كله، واللي انا بحكي عشانه قصه، ايا كان ايه اللي انت عايزاه، رزق من الله نوعه ايه، اسعي وتقبلي الوضع ايا كان ايه. ممكن يكون حد، احنا كأمهات بقى في حاجات تانية احنا نتمنى ان احنا ربنا يرزقنا ليها، بس برضو هو نفس الموضوع، ان احنا لازم هنسعى، وان شاء الله ربنا هيرزقنا وهيدينا على قد سعينا. وعن تجربة شخصية بقى، انا حاولت في حاجات كتير قوي 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 قوي، وكنت بفشل فيها، بفشل فشل ذريع، بس بلاقي عوض ربنا من ناحية تانية. بحس ان انا، لا انا عارفة ان انا والله العظيم ببقى بفشل، ممكن ببقى ماشية مثلا بعيط وزعلانة، بس بقول بس والله انا عارفة ان ربنا هيعوض عليا في حاجة تانية، والله ربنا هيعوض عليا في حاجة تانية. بص والله فعلا الاقي ربنا عوض عليا في حاجة تانية. يعني مثلا كنت باعمل مشروع على قد كده، اللي هو مثلا انا معايا 100 جنيه بس، فكنت قلت خلاص ايه اللي ممكن اعمله ب100 جنيه، ما انا مش حابة استلف ولا اي حاجة، لان انا مش عارفة انا هفشل ولا هخسر، ولا مش عارفة ان مفيش مجال ان انا اسد. فكنت بعمل ايه، كنت باحاول ادور على اي مشروع كده على قدي، معايا 100 جنيه، فقلت خلاص انا هجيب شوية توابل واعبيها في اكياس وهبيعها ومش عارف ايه. ساعتها فشلت قوي، فشلت جدا. فايه اللي حصل، ربنا رزقني والله العظيم بمبلغ ما شاء الله ما كنتش اتخيله. هو مش كبير ساعتها، ممكن يكون 350 400 جنيه حاجه زي كده، بس ده خلاني ان انا رحت عملت ايه، رحت جبت جردل وجبت صابون وعجينه وحاجات، وبقيت اعمل في بيتي صابون ابيعه. وساعتها مشي الموضوع جدا، والفكره جت في دماغي اصلا منين، هو من كده من عند ربنا. فانا عارفه وانتي اعرفي ان مهما يحصل مادام بتسعي وبتجتهدي وبتحاولي، هو ربنا هيعوض عليكي، مش لازم في النقطه دي، بل ان شاء الله بالاحسن والاقيم، واللي انتي بعد كده تقولي اه طبعا طب ده كان احسن. وسبحان الله احنا دايما اختياراتنا مش لازم تكون مظبوطة زي ما ربنا طبعا اللي هيختارها لنا. دايما برضو بقول لنفسي، انا لو انا ابني طلب مني حاجة مش مناسبة لسنه، مش مناسبة لصحته، انا هقول له لا، مع اني بحبه. هو ربنا اللي ادرى بينا واللي ينفعنا واللي اصح لينا، وهو ده اللي بيديهولنا. فدايما عشان ارضى وعشان اكون مبسوطة اكون مرتاحة جدا لاي حاجة بتحصل، بقول لنفسي كده. ساعات بنشد على عيالنا، تخيلوا بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقنا، لله المثل الأعلى، بس يعني الواحد بيحاول يرضي نفسه بحاجات زي كده. على الإطالة، أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.